مساء الورد والفل على المستمعين الجمال. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ايامنا الحلوه. معاكم أميرة غزال واحمد البنداري. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان يا حبيب اهدى، دي ثانوية مش قنبلة نووية. حلقتنا النهارده بنخاطب فيها طلاب الثانويه العامه وكمان اولياء الامور، وفي البدايه اكيد بندعي لهم من كل قلبنا ان ربنا يوفقهم. ادعي جامد بقى والنبي يا أحمد، علشان أنا بنتي كمان في الثانوية العامة معاهم السنة دي. ربنا معاهم يا رب. فعلا والله ربنا يوفقها يا رب. يا رب اللهم امين. قلبي معاكم، ويا ريت كلنا نعلق بقى الكلمه بتاعت يا حبيبي اهدى دي ثانويه مش قنبله نوويه في اوضه كل ولادنا. عايزين بقى نتكلم على انسان الغاب طويل الناب، اللي هو البعبع المخيف اللي الكل بيخاف ويرتعب منه ده، يعني يما ونشوف هو احنا عندنا حق في اللي بنعمله ده في نفسنا وفي ولادنا ولا لا. معاناة. الطالب حاسس إن حياته كلها واقفة على المجموع اللي هيجيبه. لا، وأولياء الأمور عايزين يحطوا كاميرا مراقبة كده فوق رؤوس ولادهم، يشوفوا بتذاكر ولا لا، كتب ومدرسين ومراجعات، وذاكر ذاكر وذاكر ذاكر. احنا كلنا متفقين إنها سنة مهمة، لكن والله ما هي اللي هتحدد مصيرك أبدا. معاكي طبعا يا أميرة، بس بضيف على كلامك إن المهم مش النتيجة، المهم ناوي تعمل إيه في حياتك بعد النتيجة. المهم تعمل اللي عليك وبس، تذاكر كويس، تركز كويس، تاكل كويس، أما أكيد مفيش حد هيعمل كده، تنام كويس وتسيب الموبايل شويتين عشان خاطر ماما، عشان خاطري أنا. كل واحد بيغني على ليلى. فعلا. المهم تتعامل مع السنة دي بأهميتها وبس. يعني يا ابني انت لسه في اول حياتك، مش كل حاجة كده تاخدها على اعصابك، خد بالراحة كده على نفسك كل حاجة. يعني محدش هيسألك مثلا وانت رايح تشتغل بعد كام سنة مجموعك كام في الثانوية العامة، جبت كام في اللغة العربية مثلا. ما حصلش. واحنا كمان كأهل لازم نتعامل مع السنة دي بهدوء على قد ما نقدر. أنا عارفة الموضوع مش سهل، بس على قد ما نقدر ضبط النفس، لأن إحنا لو متوترين هينعكس على أولادنا. نعمل اللي علينا بس، نوفر جو مناسب. هنيجي على نفسنا شوية، أنا عارفة والله هنيجي على نفسنا شويتين. لا احنا سامعين. مصاريف دروس، مراجعات. يا أختي اسألنا أنا. لا وكمان بس في نقطة تانية، الأهالي كمان لازم يطبطبوا على أولادهم ويفتخروا بمجهودهم طول السنة. صح. لأن السنة طويلة قوي ومرهقة قوي. يعني أنا للأسف بشوف أهالي علاقتهم بتتوتر قوي بولادهم بسبب الثانوية العامة. واللي بيزود التوتر كمان يا أحمد، إن أنا ألاقي مثلا غلطة كبيرة الأهالي بيقعوا فيها. واحد مثلا دكتور عاوز ابنه لازم يطلع دكتور، ده نص مهندس لازم يطلع مهندس. طب انت بتفرض عليه مستقبله ليه؟ مش يمكن الولد تكون ميوله بعيدة خالص عن الطب؟ بالله عليك ادي ولادكم فرصة تحدد بس المستقبل. يبقى احنا عرفنا ان الدعم النفسي هو اهم حاجة. يعني كلمة مثلا انا فخور بيك لازم ابنك يسمعها منك، حتى لو تشجعه على اي مجهود هو بيعمله. فعلا والله تدي باور جامد جدا. فعلا. قولي بقى يا هندسة، انت بقى كنت بتاخد دروس في كل المواد برضو؟ بصي انا مش هقولك ان انا كنت سوبر يعني، بس انا كانت في مواد انا كنت بعرف اذاكرها لوحدي، بس للاسف وصلت لاخر مرحله كده قبل الامتحانات لقيت كل الناس بتاخد، اللي بياخد مراجعات، اللي بياخد من اول السنه، فانا حسيت ان انا اتوترت، فبدات اخد انا كمان الدروس دي. ما شاء الله، ده انت كنت شاطر بقى. لا كنت خايف على المجموع زي كل الناس، بس انا بكلمكم من المستقبل دلوقتي. وانت كده برضو يا أميرة ولا ايه؟ والله انا بقى كنت زي كل الناس، اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم داخلين ثانويه عامه يبقى لازم ناخد في كل المواد، بس كنت باخد درس واحد في كل ماده، مش زي اللي بيحصل اليومين دول يعني. لا ده دلوقتي حاجات تانية كتير، حاجه اوفر يعني. طب تصوري ان انا برضو افتكرت حاجه بمناسبه الموضوع ده والمجموع في الثانويه العامه اللي راعب الولاد والاهالي ده كمان. عارفه ستيف جوبز اللي هو مؤسس شركه ابل ده؟ امال ده الله يرحمه يعني، ده كان اصلا خرج من الجامعه وتحصيله كان ضعيف نسبيا، لكن شوفي بقى هو عمل ايه واشتغل على نفسه وتحدى ازاي، وابتكر واحده من اعظم منتجات التكنولوجيا في العالم، ده الايفون طبعا. كلنا عارفينه اللي احنا هنتجنن عليه وكل الناس بتنام كده وهي حضناه، ده من اختراعه. هيجننونا بالايفون والله. شفتي الراجل بقى كان فين وبقى فين؟ يا ريته ما اخترعه. خد بقى الكبيره، عارف الفيزياء اللي الولاد بتترعب منها؟ اينشتاين عالم الفيزياء كان أداؤه في المدرسة
عادي يعني، ما كانش طالب متفوق. قريت كمان انه كان فاشل في شويه مواد، بس الحقيقه يعني مش متاكده قوي من المعلومه سلام، دي. بس لا يعني مش متاكده. لا نشوف. بس شوف بقى، رغم كل ده بقى ايقونه من ايقونات العلم. طبعا اكيد في ناس كتير غير كده. اكيد اكيد اكيد. يعني انا هقول لك، انا صديق عمري هو كريم، خريج كلية تجارة. عارفاه. ده دلوقتي عنده اكبر شركة تسويق الكتروني، وعنده ابلكيشن ضخم جدا، وما شاء الله يعني حقق انجاز فظيع ما شاء الله. وهو يعني الثانويه العامه ما كانتش بالنسبه له مقياس، ولا اي بس حاجة. هو دلوقتي حقق انجاز بصراحه. ما شاء الله. يعني من الاخر احنا بالاختصار كده، ان احنا لو جبنا 95 55 مش ده اللي هيقول ولا هيحدد انت مين بعد كده. يا ابني انت اللي هتصنع مستقبلك، والله بشغفك واصرارك بمجهودك، مش بمجموع. فعلا مش لازم تكون الاول على الدفعه علشان تنجح في الحياه نفسها. فعشان كده بص يا صاحبي بقى، هقول لك النهايه الثانويه مش معركه مصير. لو جبت مجموع كبير هتبقى بطل قومي، ابدا. ولو جبت مجموع قليل لا قدر الله تبقى انت عملت جريمه. كده كده فخورين بيك والله. احنا مشكلتنا فعلا ان احنا بنبالغ قوي، وعندنا تهويل لكل حاجة. ناس كتير قوي نجحوا في حياتهم لا كانوا جايبين 95% ولا كانوا من الأوائل على دفعة. يعني ممكن تكون دكتور ناجح، وممكن تكون برضه عازف موسيقى ناجح، ممكن تكون صاحب مشروع ناجح. مش لازم تبقى الأول على الدفعة عشان تبقى ناجح في الحياة. دي النقطة اللي لازم والحياة نوصلها للناس. كلها مش دكاترة ومهندسين، يعني أكيد. كله ميسر لما خلق له. بالظبط. وكمان مش لازم يكون عندك بلان ايه بس، لا انت لازم يكون عندك بي وسي، عشان لا قدر الله لو ما جبتش المجموع اللي انت عايزه، انت لازم تكون عارف. هتزعل شوية بس لازم تكون عارف انت لو ما جبتش هتقوم تعمل ايه بعد كده، علشان تقدر تحقق اللي انت عاوزه قدامك. يبقى أهم حاجة هدوءكم وسلامكم النفسي. ويا رب يا رب يا حبايبي يوفقهم ويرضيهم ويرضينا كأهالي معاهم، ويجبر بخاطرهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. عشان كده عزيزي المستمع، اكتب لنا في الكومنتات ايه رأيك، الثانوية العامة فعلا بعبع؟ واحكي لنا عن ذكرياتك كمان، ازاي كنت بتذاكر، وكنت بتخاف من المنهج ولا المدرسين ولا من أهلك أكتر؟ أنا هحكي معاهم. ماشي، يلا بينا على الكومنتات. يا رب نشوفكم على كل خير في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم أيامنا الحلوة. واوعوا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. كان معكم أميرة وأحمد.